أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكل ما كانت المرأة أشد تبرجا وأشد مخالطة للرجال ازدادت الفتنة بها في أوساط الناس. فإن الحجاب شرع لسد ذريعة الفتنة، وهكذا اجتناب الاختلاط شرع للصيانة. ومعلوم أن الإنسان غريزته من الرجال والنساء معروفة، الرجال ميالون إلى الجنس الآخر النساء، والنساء لهن كذلك ميول، وهذا حتى في الحيوانات غريزة، حتى في الحيوانات بشتى أنواعها. فالذي يعارض هذه الغريزة أنه لا يمكن يحصل منه سوء مع مخالطة النساء مغالط لنفسه وملبي رغبة شيطانه. وما هذا الكر من أعداء الله بالنساء في أوساط الرجال في المسلمين إلا لهذا الغرض، وهو غرض مقاضاة ما يريدونه من الفتنة المسلمين عن هذا الباب. فكل ما فرضوا شيئا جعلوا للنساء فيه أكبر نصيب، لا على أنهم يرونها مظلومة فهي في حريتها وفي خير، ولكن يرونها مكرمة فيريدون إهانتها ويريدون إهانة المسلمين بها.